السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الشاف من هذا الموضوع اليوم حول أعطال غسالات النوع توشيبا. طبعا رموز الأعطال موجودة، فنبدي على اللغة الإنجليزية بعدين اللغة العربية. Toshiba washing machine trouble code Z1 flushing fault. E2 safety lock door key fault. E3 laundry is not evenly placed inside the washer. E4 the buoy. E5 do not enter water. E6 engine clutch plus low water level wear brake. EC1 excess or insufficient water. EC3 excess or insufficient water. EC5 excess or insufficient water. EC6 excess or insufficient water. F. Wash the basin or water. E7 motorcycle jam too many things low water level clutch pedal to nuke Sansu clutch. E7-1 memory override programmable press water level timer flush. Power simultaneously. Tubing disconnect the power in about 1 minute. The pin back works fine. E7-4 word count error. E8 jammer too many things low water level claw shaft. Sansu clutch. E9 water leakage perforated caged communal valve Sensio trap broken water. Do not forget to check the wiring. نجي هسه على اللغة العربية. رموز أعطال غسالة توشيبا عندنا E1 E2 E3 E5. هذول الرموزات تطلع بالشاشة مع الغسالة. نبدي من هذا E5 عدم دخول المياه، معناته إذا طلع E5 معناته ماكو مياه بهذا بالغسالة. عندك هنا غسالة EC1 معناته مي زايد عن اللزوم، نخليه فيضان صاير. عندنا EC6 مياه زايدة، هكذا نفس الشيء. F عن غسل الحوض أو مياه. E7 أغلب شيء هو انخفاض مستوى المياه. E7 تجاوز الذاكرة، برمجة مالته شوية خلل. اضغط على مستوى المياه، عندك هاي أعطال يطلع لي. طبعا E7 خطأ في عد الكلمات، تشويش. E8 تشويش أشياء كثيرة جدا، انخفاض مستوى المياه، مغلب ورمش سينو مغلب، فهاي شغلات. E9 تسريب مياه، أكو شيء خفص مع الصوند هذا شوية. تأكد من عندك مقصود لا مقصود زين ولا لا، ولا تنسى التحريك من الأسلحة كمان. أول المياه مكسورة، شوف شنو الخلل إذا ما يطلع E9. يلا.